السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان اليومين دول موسم الملوخية، هنفرزها بطريقة حلوة جدا وهتقعد معاكي خضرة من سنة للسنة. هنحفظها بطريقة الشركات بالظبط. لو اول مرة تشوفي قناتي، شرفني اللايك والاشتراك في القناة، وخشي تاخدي فكرة على القناة، هتعجبك جدا الفيديوهات بتاعتي. طبعا اول حاجة هنجيب الملوخية باي كمية اللي انت عاوزاها. طبعا هنقطفها ازاي؟ في عرايسنا الحلوين اللي لسه ما بيعرفوش ازاي الملوخية يعملوا لها عرق وبتسقط منهم. هتاخدي الملوخية والورقة كاملة بالشكل ده، تقطفيها كاملة. لازم تاخدي العود معاها دوا، عشان خاطر ده اللي فيه العرق اللي بيعمل لها التخانة بتاعتها متسقطش منك زي ما انتوا شايفين. والورقة الفردانية برضه هتاخديها بالعود بتاعها كلها، مش تاخديش الورقة بس، خدي العود كامل زي ما انتوا شايفين كده. هو يقطع الورقة كده هو زي ما انتوا شايفين. طبعا سهلة جدا. هتمسكيها تغسليها مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تلاقي المية بتاعتها بقت رايقة وما فيهاش اي طينة. طبعا هتجيبيها وتصفيها كويس. هتجيبي عندك ملاية او حفوطة، وتروحي جايه فرداها عليها وتشغلي عليها المروحة. طبعا لازم الملوخية مش لازم تنشف تماما، لازم تكون فيها طراوة شوية او مندية شوية، عشان خاطر لو نشفتيها خالص هتتحرق منك وتلاقي الورقة بتاعتها اسودت وغمقت. زي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا غسلتها وسبتها على ملاية، وبعد كده لقيتها فيها مندية شوية. وانت جايبه كميه كبيره ومستعجله عليها، ممكن تجيبي كيس مخده وتحطيها في قلب عصاره الغساله، بس اهم حاجه تقفليها كويس وتعصري على العصاره او المنشفه بتاعه الغساله، هتعمل معاكي في كل ثواني. هنجيب حله فيها نصها ميه، وهنحط عليها معلقه صغيره سكر ونص معلقه صغيره كربوناتو. هنسيب الميه تغلي على النار. هنجيب الملوخيه بعد ما نشفت، هنروح جايين حاطين حبه حبه زي ما انتوا شايفين كده، ونغطسها بالظبط دقيقتين، وتروحي جايه رافعاها على طول من على الميه السخنه. تكوني محضره ميه ساقعه او مكعبات تلج زي ما انتوا شايفين كده. هتطلعيها من الميه السخنه وتروحي جايه حطاها على الميه الساقعه بالظبط. الملوخيه ما بتاخدش ثواني، عشان خاطر دي ورقيات زي ورق العنب بالظبط. هما دقيقتين، وتروحي جايه مطلعاها وحطاها في قلب الميه زي ما انتوا شايفين، ميه ساقعه او ميه فيها مكعبات تلج بالظبط. هتسيبيها لغايه ما تبرد معاكي، وتروحي جايه مطلعاها على مصفى ومصفياها. هتكرري المرحله دي لغايه ما تخلصي الكميه بتاعتك كلها. وهنخش على المرحله التانية هنعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين بحطها في الميه الساقعه كده، عقبال ما التانية تاخد الغلوه بتاعتها، او طلعها وتكون دي بردت شويه، وحطها في مصفى. ما بتاخدش منك ثواني وانت واقفه، كل ده بيخلص في ثواني. بعد ما طلعتها وصفيتها في المصفى لغايه ما تصفت خالص، باخدها واحطها في قلب الخلاط، وبحط عليها حوالي من المية اللي اتسلقت فيها، يعني بالظبط حوالي ربع كوباية مية. اخلي بس الخلاط يلف معايا ويتحرك، ما بحطش مية كتير، هو بس الخلاط لما بيتحرك. لو حطيت ربع كوباية المية ولقيت الخلاط شغال معايا تمام، يبقى كده حلو. لقيته جامد معايا، بحط له كمان زي كبشة واحدة بس مية من السلق بتاعتها اللي ننزل فيها كمية الحديد بتاعتها. زي ما انتم شايفين بديها كام ضربة، بديها ضرب متقطع، مش ضربة على طول اخليها عصير. بديها ضرب متقطع، يعني بضرب ضربة واستنى، ضربة واستنى، واشوف القوام هل كده تمام، يبقى حلو قوي. انا بخليهاش عصير، بخليهاش ناعمة خالص بيور، بخليها فيها سنة خشنة شوية بالظبط زي المخرطة. اهو زي ما انتوا شايفين خضرة ازاي ومحتفظة بخضرها معاكي من السنة للسنة. هنعمل برضو كمية تاني زي ما انتوا شايفين، وتدلقي في قلب حاجة، بولة كبيرة ولا حاجة. كل ما تخلصي كمية تدلقيها في قلب بولة. زي ما انتوا شايفين لونها محتفظة بخضرها، والنتيجة بتاعتها ممتازة جدا. اعملي الطريقة دي وهتدعيلي، وهيقعد معاكي خضرة من السنة للسنة. اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا بعد ما خلصت الكمية كلها، هنجيب بقى اكياس التلاجة وهنحط فيها كمية حسب احتياج كل اكلة. اهو زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها اخضر عامل ازاي. طبعا هتسيبيها لغاية ما تبرد، وبعد كده تحفظيها في الفريزر. اهو زي ما انتوا شايفين هنحفظها في الفريزر مع بعض. هتبططي الكيس كده، وتروحي جايه حطاه في التلاجة. طبعا زي ما انتوا شايفين نطلع الهواء منه خالص، لان الهواء ده هو اللي بيخلي الحاجة تسمر معاكي. زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها اخضر ازاي. هنقفله بالشكل ده. هنعمل الكمية كلها وهوريها لكم. اهو زي ما انتوا شايفين بضرب واروح جايه واخده على حسب الاكل. هنعمل الكميه كلها كده اهو زي ما انتوا شايفين، وهنبططها عشان خاطر ما تاخدش مساحه منك من التلاجة. الكيس الاولاني ده لو حطيتيه على الوضع ده هتاخد منك، هتفك في وقت طويل. وتاني حاجه هتاخد مساحه. اكون لما بتبططيها كده بتبقى فوق بعضها في الفريزر، ما بتاخدش منك مساحه جدا، وسمكها بيبقى رفيع قوي. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم وهتحتفظي بيها، والنتيجه بتاعتها ممتازه جدا من السنه للسنه.
وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم.